إرشاد لا انتنا من إلى الفوزان أما أولئك القبوريين والمتصوفون المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام فيغترون ويغرون غيرهم والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين لنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فما لم الناس بالناس جمروا قديانا ملو فما لم تصفوا صفوف المسلمين من الدخيل فإنها لن يستطيع الصمود في وجه عدوهم كوست أنت المسمراتهم كلا صداتهم قاتلوهم بلوالنا الناس كلا صداتهم الناس مسلمو واقع لهم በየቦታው በየዓለሙ ምናቸው ጽንፈኛ ግድያዎች ውግዘቶች ምኖች እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ነው የመጡ ብዙ ትችቶች አሉ በተለይ አሻኢራ ማቱሪዲያ ይሄ እንትን ተብሎ የሚቀራ ኪታብ አለው አልኢርሻድ ኢላ ሷሂህ አልኢዕቲቃድ ፈውዛን ዶክተር ፈውዛን ያስቀመጠው እዛ ላይ አሻኢራ በጣም ጥንብርኩ ሰርቶ ነው የሚያቀርበው እንደውም እኔ እንጃ ወደ ኩፍር ነገር ጠጋ በሚል መልኩ ነው ያው መጽሐፉ በየሰፈሩ ስላለ ወጣቶች ስለሚቀሩት በሌላውም እንደዚሁ ኢርሻድም ላይ እንደዚሁ ፈላር አሻይራዎችን ሲገልጽ ፈላርጁ ኢላ ኪታቢከ ወኢላ ረሱላት ነብይከ في ذلك لأن فيها ما يهم التشبيه وإنما أرجع إلى قواعد المتكلمين وأقاويل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية بلو يناقران فهل يكون يا عباد الله هذا مؤمنا بالله وبكتابه وسنة رسوله ده شاعران كتلالو من هنا بلاችሁ ታስባላችሁ ይላል ሌላ ደግሞ فتح المجيد ላይ አንድ ርዕስ አለ ሰበቡ ضلال الاشاعره سبب ضلال الاشاعره ወጣቶቹ የሚቀሩት ኪታብ ነው وهذا الكفر بالصفات انواع الى الفتح المجيد ላይ فمنه جحود وانكار مطلقا ومنه طرق ملتويه كالذين لا يشهدون الناس ولكن يؤولون تاويلا يؤيل بهم الى انكارها يؤول بهم الى انكارها وهؤلاء هم الاشاعره እንዲህ አይነት ጦርነት ተከፈተ በተሰውፍም ላይ ተመሳሳይ ነው الباني من يلال وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج على الشرع بطريقة تأويل النصوص تصوف مالك بتأويل كسلمنا مياسوط منجد نو بلو ميصفوا المان ولكن القرب عند حديث لا يسناقروا من يلالو حديثون صحيح لا لو الكلام يقولون ولكن القلب لم ينشرح لصحة الحديث يلالو لا منسلو فإن عليه طابع التصوف التصوف كان أصلاً الصحيح على لهم ميلاد عبد الرحمن عبد الخالق وطاتوچ የሚያነቡት كتاب ነው فإن عظم فتنة ابتلي بها المسلمون قديما وحديثا هي فتنة التصوف لا እንደው كشركم كمن بلا فتنة التصوف هذه الفتنة التي تلبست للمسلمين برداء الطهر والعفة والزهد والإخلاص وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقة وحملت كل الفلسفات الباطلة ومبادئ الإلحاد والزندقة فأدخلتها إلى عقائد الإسلام وتراث المسلمين ابن باز عند تطيقوا نبر عنده تصوفية الجروة مسجد تشالال ويبلو لا تصلي مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم واحذر صحبتهم والاختلاط بهم لئلا يصيبك ما أصابهم لأن السبالة عندها أدرى أتسجد لله